الموقف ده يعتبر أغبى موقف. حطيت أبويا فيا في يوم أبويا كان قاعد بيسمع دوشة عند الجيران، فقال لي روح شوف إيه اللي بيحصل. فرحت وعرفت إن بنتهم هربت مع صاحبها، ولما رحت لأبويا مرضتش أقول له كده عشان هو عارف إن أنا كنت بحبها، فقلت له لو شفت اسم غالي عليك صلي عليه واعمل لايك واشتراك. فقلت له إن العربية بتاعتهم اتسرقت. فأبويا راح عند جارنا وقعد يقول له خلاص هون عليك، ده أحسن والله إن انتوا اتخلصتوا منها، ده أنا كنت بشوفها كل شوية وسخة، محدش كان بيغسلها، والشباب دايما كانوا بيتصوروا معاها وبيركبوها، وحتى ابني كان ساعات بيركبها، وكمان أنا في مرة ركبتها بس ما ريحتنيش خالص، وقلت اللي عندي أحسن، فعادي هي هتلف شوية وبعد كده الشاب ده هيزهق منها وهيرجعها لك، بس لو رجعت أبقى أغسلها كويس. أنا لما دخلت وسمعت الكلام ده لقيت جارب مش بيتكلم ولا بيتحرك،